لم يتعلم من تجاربه. سعد المجرد وبعد اتهامه في قضية تحرش في الولايات المتحدة، ها هو يواجه تهما أخطر بالاغتصاب والعنف المفرط في فرنسا. القضاء الفرنسي وجه تهمة الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة إلى سعد المجرد البالغ من العمر 31 عاما، وأمر بوضعه في الحبس الاحترازي. مصادر قضائية قالت إن الضحية المفترضة وهي فرنسية في 20 من عمرها كانت تعاني من إصابات ومن صدمة كبيرة، وإن روايتها ذات مصداقية في هذه المرحلة. التحقيقات الأولية وجدت أيضا أن المجرد الذي كان في باريس لإحياء حفلة كان قد تناول الكحول والمخدرات عند وقوع الحادثة المتهم بها. وكشفت مصادر صحفية أن سعد يواجه حكما بالسجن لفترة تتراوح بين 15 و20 عاما في حال تمت إدانته في هذه الاتهامات. فريق الدفاع عن المطرب الشاب سارع بنفي كل هذه التهم، مؤكدا عدم وجود أدلة يعتد بها لإدانته، فيما دشنت عائلته ومحبوه حملات تضامن على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين ثقتهم من براءته. غير أن قضية المجرد قد تتحول إلى أزمة سياسية إقليمية، فإبراهيم رشيدي محامي سعد المجرد في المغرب عزى الاتهامات إلى مؤامرة مدبرة، مذكرا بما قال إنه هجوم شرس شنه الإعلام في الجزائر على سعد بسبب أغنيته الأخيرة التي تدافع عن مغربية الصحراء.